بعد كده هتلاقي مكتوب questions on collocations في نفس صفحة 7 وprepositions والlanguage notes. يعني ايه بقى؟ collocation يعني متلازمة لفظية. يعني ايه متلازمة لفظية؟ يعني كلمتين بيجوا جنب بعض دايما، يعني دول لازم يتحفظوا. يعني مثلا بص على الاولاني، شايف كلمة effort؟ حط تحتها خط. effort تملي بيجي معاها verb to do، يبقى نختار رقم بي من غير ما نفكر. كلمة do effort معناها يبذل جهد. طيب السؤال 52، حط خط تحت كلمة work وإن تحت وجروبز فوق. work in groups يعني يعمل في مجموعات. طيب 53، حط خط تحت كلمة show respect يعني يظهر الاحترام. خدت بالك ان انا الجمل دي ما بقراش الجملة كلها غير اللي فوق. اللي فوق لازم تقرا عشان تعرف الإجابة ايه. دي كلمة بتيجي مع كلمة، بتشوف دي بتختار دي. اللي بعدها حط خط تحت كلمة belong واختار to. اللي بعدها اكتب belong to ينتمي إلى. طيب اللي بعدها حط خط كلمة appreciate اللي قبل النقط واختار كلمة diversity رقم B. appreciate diversity معناها يقدر التنوع. طيب 56، ايه في دول هي بيئة بتساعد الطلاب ان هم يحسوا بالراحة، فاسمها friendly environment. تحفظ الكلمتين على بعض، بيئة ودودة friendly رقم C، environment الأولى. 57، الطلاب لازم يعملوا ايه responsibility؟ حط خط تحت responsibility ودي على طول responsibility take responsibility اكتب معناها يتحمل المسؤولية. 58، حط خط تحت كلمة feel وانت مغمض بيجي بعدها التصريف التالت اللي هو اخرها اي دي غالبا، يبقى B. 59، حط خط تحت كلمة fairness principle اللي هي رقم B معناها مبدأ العدل. 60، حط خط تحت feel وincluded لأن قلنا feel بيجي بعدها التصريف التالت. 61، حط خط تحت كلمة treat يعني يتعامل، صح؟ يتعامل ده اسم ولا فعل؟ فعل. بعد الأفعال أحوال، الأحوال اللي هي صفة زائد ال واي، يبقى الإجابة أكيد هتبقى الأولى. 62، you should be A when giving a presentation. حط خط تحت كلمة B بيجي بعدها صفة فلازم تكون واثق في نفسك. الصفة اللي آخرها NT confident. بص أي كلمة آخرها CE زي الأولى دي تبقى اسم، والتانية برضو آخرها CE تبقى اسم، والأخيرة آخرها LY تبقى حال. يعني حتى لو ما انتش عارف معانيهم، الأولى اسم، التانية اسم، الأخيرة حال، يبقى الإجابة التالتة. حط خط تحت كلمة rural في 63 واختار كلمة communities رقم B. rural communities معناها المجتمعات الريفية. يا جماعة أنا بحلهم بسرعة ليه؟ عشان هما ما فيهمش فهم. هي 1+1 يساوي 2. طيب السينونيم والأنتونيم برضه مفيهاش فهم، كلمة ومرادفها وعكسها. طيب أول سؤال، حط خط تحت كلمة silence معناها صمت، عايزين المرادف بتاعها quiet الأولى وcalm الرابعة. طيب السؤال 65، حط خط تحت كلمة attentive، اكتب attentive معناها منتبه. هات لنا معاني كلمة منتبه رقم C ورقم D. طيب اللي بعدها حط خط تحت كلمة accepted، حط خط تحت كلمة accepted يعني مقبول. هات لنا معاني كلمة مقبول الأولى approved والأخيرة caring. طيب 67، حط خط تحت كلمة fairness دي معناها العدل، عايزين مضاد كلمة العدل، مضاد العدل الظلم بقى، يبقى الأولى injustice والرابعة impartiality. 68، حط خط تحت كلمة confidence معناها واثق. كل الكلمات دي معناها واثق ما عدا كلمة، يعني عايزين العكس، عكس كلمة واثق doubt الرابعة وinsecurity الخامسة. She's always considerate and cares about everyone's feeling. حط خط تحت كلمة considerate يعني بيفكر، عايزين معاني كلمة بيفكر تبقى caring مهتمة، اللي بيفكر في الناس مهتمة بيهم، و thoughtful
التانية. طيب اللي بعدها حط خط تحت كلمة شاي. شاي يعني خجول. طيب عايزين مضاد كلمة خجول بولد. رقم سي يعني وقح أو سافل، وأوت جوينج يعني متفتح. اللي جنبها 71 حط خط تحت كلمة ignoring. اكتب معناها تجاهل. عايزين الايكوافالنت بتاعها. كلمة equivalent يعني مكافئ. مكافئ يعني معنى كلمة ignoring، معنى كلمة متجاهل neglecting رقم سي. ماشي. و acknowledging اللي جنبها. طيب سوري و overlooking اللي قبلها، اسف. طيب اللي بعدها حط خط تحت كلمة benefits. اكتب معناها فوائد. طيب هاتلي عكس كلمة فوائد. يبقى عيوب الأولى والتالتة. معلش الرابعة متكررة مع الأولى يا جماعة، يعني نشطب الرابعة دي. الرابعة زي الأولى بالظبط. 73 حط خط تحت كلمة particular. particular يعني خاص. كلهم معناهم خاص ما عدا، أنا عايز كلمة عام بقى. ماشي. كلهم معناهم خاص ما عدا general رقم دي وبس. طيب هاتلي مرادف اللي بعدها. هاتلي مرادف كلمة self assured يعني واثق في نفسه، بتساوي كلمة confident رقم بي. ماشي وبس. طيب هاتلي مرادف كلمة appreciate يعني يقدر. الأولى value يقدر، والتانية admire معناها يعجب. شكرا لحسن استماعكم، ويا رب الكلمات دي تتكتب وتتذاكر وتتحفظ، وخلي عندكم دم وحسوا بأهاليكم اللي تعبانين وشاقين عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.